في الظروف الطبيعيه لتعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر هتفتكر مقوله واحده بس كان ممكن تيجي على بالك: يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام، يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام. لكن الموضوع ما كانش فيه اي صوره من الصور الطبيعيه خالص في تعيين حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر، والموضوع كان ليه اسرار كتير جدا وحكاوي كتيره جدا. ويمكن بقول لكم ايه، تعالوا ما اقول لكم على الموضوع كله. تعال. بعد الفشل الذريع اللي حصل مع روي فيتوريا والمنتخب في كاس الامم الافريقيه، المنتخب رجع مصر والاتحاد الكوره كان خلاص روي فيتوريا كده كده يا جماعه مكمل ومعانا، واصل الشرط الجزائي بتاعه كبير وهندعمه ببوستين كده من صلاح والصحبه الطيبه وهتعدي. لكن في الظروف اللي حصلت ان الناس مش طايقه المنتخب وكاس الامم بتتلعب، يعني كاس الامم بتتلعب، الناس لا طايقه الراجل ولا طايقه اللعيبه ولا طايقه اتحاد الكوره. فانت الطبيعي ان كان لازم يبقى فيه تضحيه، لازم يبقى فيه تضحيه. اتحاد الكوره كده كده مكمل، ما هوش ماشي، ده لازم يجي له قرار اقاله. انما كده كده يا معلم انا ومن بعد الطوفان مكمل، يعني مكمل. فطب يا جماعه ده الراجل الشرط الجزائي بتاعه 200,000 دولار، اضرب في 3 يعني 600,000 دولار، كتير يا جماعه. طب نصبر، طب نستنى، طب الراجل احنا لسه ماضيين معاه عقد، طب احنا كسبانين ماتشاتنا كلها في تصفيات كاس العالم. خلاص الراي العام، سيبك من الراي العام بقى، لا السوشيال ميديا كلها روي فيتوريا مش عايزين خلاص. الناس خلاص في قمه الغضبها، مش هينفع ان الراجل ده يقعد. طب خلاص هنمشي روي فيتوريا، ماشي، مشيت روي فيتوريا. طب مين اللي يجي عشان نهدي الدنيا شويه؟ هو كان واحد بس، وكان بيعرض نفسه في كاس الامم الافريقيه، يمكن تلاقيه في الاستاد موجود اكتر من اتحاد الكوره في كل الماتشات الخاصه بالمنتخبات الكبيره. هيرفي رينارد. هيرفي رينارد تم التواصل معاه من اتحاد الكوره. طب الراجل قال لك ايه؟ والله يا جماعه انا عندي كوره نسائيه ومستني الاولمبياد، لازم بعد الاولمبياد اجي امسك المنتخب، ما عنديش مشاكل، بس على الاقل العب بالاولمبياد مع المنتخب النسائي بتاعي اللي انا بحضره للبطوله دي. فانا لو كده هبعت لكم المساعد بتاعي ولا حد من المساعدين بتوعي يشوفوا الدنيا برضك، وهبقى على اتصال بيهم. وعلى هذا الاساس تم الاعتماد على مين؟ على الكابتن محمد يوسف. تعالى يا كابتن محمد يوسف، انت هتدير المنتخب في الماتشين اللي ناقصين بتوع كاس تصفيات كاس العالم مع بوركينا فاسو ومع غينيا، لحد ما الكابتن هيرفي رينارد يجي، وهتبقى المدرب المساعد بتاعه معاه. والكابتن محمد يوسف قال لك شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، ورايحين نأدي المهمه ايه؟ الوطنيه. طب الريس بقى هيرفي رينارد كان عايز كام؟ فاش 200 دي. ده روي فيتوريا الفاشل اللي ما دربش منتخبات قبل كده كان بياخد 200,000 هو والجهاز بتاعه. انا اقل من 300 ما اشتغلهاش، اقل من 300,000 دولار في الشهر ما اشتغلهاش. يا عم خدامينك بس تعالى، الناس مش طايقه حد وعايزين نهديهم، وانت اللي عليك العين والنني في المدربين المحترفين بتوع بره. تعالى بس يا باشا. طب خد يا عم ايه المساعدين بتوعي. طبعا دي اهانه، يعني اهانه كبرى. انا يعني ببعت لمنتخب مصر المساعدين بتوعي وقدامهم اقوى ماتشين في تصفيات كاس العالم، قدام بوركينا فاسو وقدام غينيا، اللي هو انت لازم تكسبهم عشان تضمن ان انت تصعد كاس عالم، وهشتغل بالمساعدين. وما كانش عندهم اي مشكله بالمناسبه، يعني كده كده كان جاي، ما عندهمش اي مشكله. طب ايه بقى اللي جد جديد؟ اللي جد جديد ان احنا حاليا عندنا مشكله في ازمه العمله، او عندنا ازمه عمله في البلد كلها. فالناس ابتدت تتكلم بقى بعيد عن الكوره خالص. يعني ايه نجيب واحد ياخد 300,000 دولار واحنا مش لاقيين؟ يعني ايه كذا، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا؟ طب ما هو كابتن حسن شحاته، طب ما هو كابتن حسام حسن، طب ما هو كابتن علي ماهر. وابتدت الصوت يعلى 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 يعلى. فالناس ما كانتش مستحمله اصلا انك تقول لها ان معلش الراجل مش فاضي، فجايبين لك المساعدين بتوعه وهياخد نفس المرتب لحد ما يخلص الاولمبياد بتاعته مع الكره النسائيه. طب ومن هنا بقى تم التدخل من وزير الشباب والرياضه. مفيش مدرب اجنبي هيجي، مفيش مدرب هياخد بالعمله الصعبه هيجي. طب يا جماعه عايزين نهدي الدنيا، هنجيب مين؟ كابتن حسن شحاته؟ لا ربنا يديله الصحه، صحته ما تستحملش. طب بقول لكم ايه، شوقي غريب؟ لا ده فشل الدنيا مع المنتخب الاولمبي. طب كابتن علي ماهر معهوش رخصه اصلا. طب مين؟ هو مفيش غيره، كابتن حسام حسن. هو اللي هيجي يمسك المنتخب، وهو اللي هيهدي علينا الرأي العام، والناس هتصبر علينا.
طب تعالى يا كابتن حسام. طبعا كابتن حسام نفسه ونفس اي حد ان هو يمسك منتخب مصر، ونفس مصر كلها ان هي تشوف التجسيد بتاع كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته في كابتن حسام حسن. يعني ده حاجه مفروغ منها، كلنا نفسنا المنتخب ينجح. احنا لا فكره ان حازم امام ولا جمال علام ولا ايا شخص كان هو اللي ماسك، هي الفكره كلها ان الناس نفسها تفرح، نفسها تفرح بالمنتخب، نفسها تفرح ببطوله، نفسها ترجع حتى ان الكوره تبقى المتنفس الوحيد بتاعها. فكابتن حسام حسن كان بالنسبه لهم حلم كبير بان هم شايفينه الراجل ما خدش بطوله، بس كفايه ان انت الراجل ده على قد ما هو اسطوره في الكره المصريه، لا اسطوره كمان في الكره الافريقيه. كل المنتخبات نجحت بالمدربين الوطنيين، من اول حسن شحاته لحد جمال بالماضي مع الجزائر لحد وليد الركراكي، اخيرا المدرب المساعد بتاع كوتيفوار راح خد بيهم البطوله بعد ما كوتيفوار اصلا كانت مع المدرب بتاعها مش عارفه تصعد مجموعات، وصعدت بمعجزه بسبب الجون اللي جه في غانا من موزمبيق. وما طلعش احنا اللي استفدنا، ده طلع ان منتخب كوتيفوار هو اللي استفاد عشان يروح ياخد البطوله. كل النجاحات اللي بتتم مع المنتخبات 80% منها بتتم مع منتخبات وطنيين. لكن الفكره كلها انت حسام حسن دلوقتي مسك، هل هتدعمه؟ هل هتساعده؟ هو جاي غصب عنك، ما تقنعنيش ان انت فكرت فيه، لا هو جاي غصب عنك، والا ما كانش محمد يوسف استقال اول ما تم تعيين حسام حسن. انت ما بتخططش يا بيه، انت بتلصم، انت بتلصم يعني مشكله عندك ما بتحلهاش. انت مشكلتك كلها او الحاجه الوحيده اللي بتفكر كلها ان انت مش عايز تمشي، انا عايز افضل مكمل. مؤهلات جمال علام ايه؟ رئيس الاتحاد. انت رئيس الاتحاد بتاعك لما بيجي يقعد مثلا وسط رؤساء الاتحاد، الناس ما بتبقاش عارفه ده مين، احنا اصلا كمصريين مش عارفين ده مين. لعب ايه طيب؟ كره طايره، كره يد، كره قدم، ما اعرفش بتاع ايه، جه منين؟ حاجات كتيره قوي غلط. فانت ما تنتظرش ان كابتن حسام حسن هيلاقي الدعم، لا بالعكس، ده الناس عايزاه يفشل عشان لما يفشل يقول لك هو ده اللي كنت عايزينه. اهو فاشل، راجل فاشل، مش عارف يدير، مش عارف يكسب، مش عارف تكسب بوركينا فاسو، مش عارف تكسب غينيا، مش عارف تصعد كاس عالم، فاشل. فانت ما تنتظرش الكلام ده في ظروف تانية وسط اجواء تانية كنا هنقول برافو يا كابتن حازم، برافو يا كابتن جمال علام. لكن الفكره كلها دايره على اني افضل في منصبي، مش عن المنتخب ينجح او نحقق حاجه خالص خالص، كلها مصالح شخصيه، مصالح شخصيه. يعني نفس ان احنا نوصل لاي حاجه، نحقق اي حاجه، ترجع الكوره تاني زي ما كنت بقول لك تنفس وحيد للناس، حاجه تفرحهم، الناس ترجع تاني الاستاد، الناس ترجع تاني تتفرج على الماتشات، الناس يبقى عندها حماس. بس بالطريقه دي صعب. سلام.